الشماتة حرام يا رب، بس انا شمتان شمتان شمتان. اخيرا المحكمه بتأيد حكم الحبس على مرتضى منصور في قضيه سب وقذف كابتن محمود الخطيب. خلاص مرتضى منصور هيتحبس شهر. كابتن محمود الخطيب اللي انتصر لنادي الزمالك قبل نادي الاهلي نفسه او قبل شخصه، لان نادي الزمالك كان في مأساة مش عارف يخرج منها ازاي. مفيش حد كان من ابناء نادي الزمالك كان قادر على مرتضى منصور او قادر ان هو يزيح مرتضى منصور من رئاسه نادي الزمالك، وكله كان مستسلم. كل اللي في نادي الزمالك اتشتموا واتمسح بيهم الارض واتهزقوا، وما كانش حد فيهم قادر، حتى بعض الجمهور اللي كان ضد مرتضى منصور اللي اتحبس واللي وكلنا عارفين اللي فيها. فمرتضى منصور فعلا سرطان داخل نادي الزمالك، وكابتن محمود الخطيب زي ما بقول والله انتصر لنادي الزمالك قبل نادي الاهلي. ده غير ان كمان كابتن محمود الخطيب انقذ الكره المصريه كلها. شوف كم الفضايح اللي كانت فيها الكره المصريه كلها في الفتره الاخيره بسبب مرتضى منصور. اللي حصل في قضيه القندوسي بقينا مفتوحين في شمال افريقيا كلها بسببه، وان الناس كلها بقت عارفه ان رئيس نادي الزمالك بقى بياخد عموله، والكلام كان بيمس الكره المصريه كلها، ما بيمسش مرتضى منصور لوحده ولا بيمس مرتضى منصور شخصه. كل اللي بيقول رئيس نادي الزمالك المصري، ما كان ممكن حتى ما يعرفوش اسمه، لكن اللي كان بيتهان في الاخر نادي الزمالك والكره المصريه. ان الناس كلها بتاعت سمساره جلاتنبرج واللي حصل، كل دي فضايح بقينا مفضوحين في كل حته، والكره المصريه بقت مشوهه. اللي بقت فيه الكره المصريه في السنين الاخيره من تعصب وقرف وخناقات وحاجات ملهاش اخر، كل ده برضو كان بسبب مرتضى منصور. فزي ما بقول كابتن محمود الخطيب والله انتصر للكره المصريه كلها، نادي الزمالك والكره المصريه قبل شخصه وقبل النادي الاهلي، واللي عمله ده فيه منفعه للكل. والناس بقى اللي على شكلة خالد الغندور وبتاع، انا بقى نصيحه ما تنسوش الناس دي وخليكوا ورا الناس دي، واوعوا تنسوهم، اوعوا تمسوا لهم العذر، لان الناس دي هي اللي فضلت ايوه يا اسد، ايوه يا جامد، يا اللي بتحمي النادي، انتوا ازاي جماهير النادي ما بتأيدوش، انتوا ازاي مش عارف ايه، انتوا الناس دي ما تنسوهاش. وما تنسوش ان في يوم من الايام الناس دي كانت بتشجع الراجل ده على كل اللي هو بيعمله، وعمرهم ما كانوا بجانب نادي الزمالك، طول عمرهم بجانب مصلحتهم وبس. وجمهور الكره المصريه عموما، خالد الغندور ده لو طلع في اي مكان ما حدش يسمعه وما حدش يفتح التلفزيون عليه، ومحدش تاني يخلي الناس دي تظهر لنا تاني. خالد الغندور ده اللي هو المفروض واحد من كباتن نادي الزمالك، ده ايه اللي عمله في الكره المصريه؟ ده واحد من اقذر الشخصيات اللي احنا شفناها، ومن اكتر الشخصيات اللي اثرت بالسلب على الكره المصريه، خلت الكره المصريه كلها خناق وسب وقرف. فنصيحه مني لجمهور نادي الزمالك، الوضع اللي يعني كابتن محمود الخطيب ما تطبلوش وما تروحوش لسكك انتوا مش فاهمينها. اللي عمله كابتن محمود الخطيب ده بينقذكم. حاولوا ان انتوا دلوقتي تنقذوا ناديكم وتجيبوا له اداره محترمه من ابناء النادي فعلا تديره وفعلا تبني نادي الزمالك بشكل صحيح، بدل العك والقرف اللي انتوا كنتوا فيه والمهزله اللي انتوا كنتوا فيها. فكره ان انت تقول ان محمود الخطيب خرب نادي الزمالك وان محمود الخطيب مش عارف ايه وبتاع، يبقى انت الكلام ده انت كذاب فيه وانت منافق، لان انت بنفسك عارف وانت كجمهور ما كنتش قادر على مرتضى منصور، ما كنتش قادر تشيل مرتضى منصور من منصبه، ولا كنت قادر تمسه لا هو ولا اولاده. فما تجيش دلوقتي تقول لي اصل محمود الخطيب حبس رئيس نادي الزمالك، وانت ما تضحكش علينا وما تضحكش على نفسك. احمد ربنا واشكر الراجل انه شلك مرتضى منصور اللي انت ما كنتش قادر تعمل معاه حاجه. وكابتن محمود الخطيب يستحق منك الشكر، وبص بقى لناديك وابنيه بشكل صحيح. لكن جمهور نادي الزمالك فكره ان انت تطلع دلوقتي تقول اصل لا، بلاش هبل وبلاش نستعبط على بعض، كلنا عارفين اللي فيها وكلنا كنا شايفين اللي فيها. بلاش نشتغل بعضينا. ما كنتوش قادرين، كل اللي في داخل نادي الزمالك سواء جمهور او لعيبه او اي حد، ما كانش فيكم حد قادر على مرتضى منصور من الاخر. فالراجل يستحق الشكر. وبصراحه والله يا كابتن محمود الخطيب انت اسطوره، وانقذت الكوره المصريه كلها والله، مش بس فكره ان انت اتحكم على مرتضى منصور عشان قضيه فيها سب وقذف حضرتك، والله ابدا انت انقذت الكوره المصريه كلها والله.